اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه. ايه الكليه دي؟ الكليه دي ببساطه بتخرج اخصائي محترف بيتعاون مع الدكتور في تخصصات كتير، منها تخصص زي الاشعه، تخصص زي تركيبات الاسنان. الكليه دي موجوده فين؟ الكليه دي موجوده في 3 محافظات بس، موجوده في القاهره، وموجوده في اسيوط، موجوده في برج العرب اللي هي في اسكندريه. الكليه دي ايه اقسامها؟ عندنا 7 اقسام، بتختلف وجود الأقسام من كلية لكلية. إيه هما ال7 أقسام؟ عندنا قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية، وقسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية، وقسم تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي. عندنا قسم تكنولوجيا تركيبات الأسنان، وقسم تكنولوجيا الرعاية الصحية الحرجة، وقسم تكنولوجيا الصناعات الدوائية، وقسم تكنولوجيا المعلوماتية الصحية. الدراسة في الكلية دي عاملة إزاي؟ الدراسة في الكلية دي عبارة عن 4 سنوات، 2+2، يعني سنتين، تدرس سنتين ممكن تتخرج وتشتغل بدبلوم فوق المتوسط، أو تجيب 80% وتكمل ال4 سنوات يبقى معاك بكالوريوس مهني. ايه هو مستقبل الكلية دي؟ وبعد ما تتخرج هيبقى اسمك ايه؟ مستقبل الكلية دي بعد ما تتخرج ان شاء الله هيبقى عندك اتاحة ان انت تشتغل في مستشفى، تشتغل في شركة ادوية، تشتغل في شركة مستحضرات طبية، وتشتغل في شركة اجهزة طبية. طب بعد ما تتخرج هيبقى اسمك ايه؟ هيبقى اسمك اخصائي تقني. والقسم بتاعك نفترض ان انت خريج قسم صناعات دوائية، هيبقى اسمك اخصائي تقني صناعات دوائية، او اخصائي تقني تركيبات اسنان. كده نبقى خلصنا الفيديو. لو عندك اي اسئلة ممكن تسيبها تحت في الكومنتس، وان شاء الله نبقى نعمل لها فيديو.